بيسيروا النهارده يعني. انا مش عارف الناس دي امبارح الاهلي كمدرب كولر والنهارده بيسيروا. انتوا الفرق دي ما بتتفرجوش عليها؟ يعني الفرق اللي انتوا رايحين تلعبوها دي ما بتتفرجوش عليها عشان تقدر تحط تشكيل انك يكسبك بره الملعب؟ هو احنا ده يعني كل انديه العالم وكل فرق العالم دلوقتي بقى تلعب بره زي جوه، بل بره دلوقتي ان بيلعبوا احسن مما بيلعبوا جوه على ملاعبهم. فالناس دي ما بتتفرجش، يعني المدربين دولت ما بيتفرجوش على الفرقه دي، ما بيجولهمش شرايط مثلا ويشوفوا اللعيبه بتاعت المنافس، تحركاتهم، مين اخطر واحد، بيلعبوا ازاي، طريقه لعبهم ازاي، بيضغطوا من قدام ولا بيضغطوا من نص الملعب ولا بيعملوا زون ديفنس ولا الخطه بتاعتهم دفاعيه بحته. فانا بصراحه يعني محتار بسيره النهارده شوط ونص ولا لغايه الدقيقه 70 وهو مش في المباراه خالص، ولا وفرقه عاديه جدا وفرقه تكسبها باقل مجهود. يعني انت خايف من ايه؟ يعني يا عم ماشي خايف الشوط الاولاني، طب ما انت شفتها الشوط الاولاني فرقه بتلعب اللعب اللي هو الاستهلاكي، اللي هم فرحانين ان بيلعبوا ضد فرقه ليها تاريخ وليها اسم وليها كيان في الكره الافريقيه. ماشي، بس انت استغل الحته دي وتنزل تخطفهم في اول ربع ساعه تلت ساعه. عديت شوط كده بلا ملامح، ما ضيعتش فرصه، ما رحتش على الجول، لا انت ولا هم، بس هم معذورين، ده اول مره يلعبوا في البطوله دي. طب انت بالامكانيات والخبره وخبرات لعيبتك وكل الكلام ده، فعدى شوط وبعد كده لغايه الدقيقه 70 وانت نايم في العسل نوم. وانت فرحان بالتعادل؟ يعني يعني فرقه زي دي لما انت شفتها قليله قوي ومفيش منها اي خطوره ومفيش فيها لعيب مميز ومفيش طريقه لعب بيلعبوا بيها، ده كل اللي بيلعبوا ان انت بيمسكوا كوره ويلعبوها لورا، نقلوها ورا مرتين ثلاثه اربعه وبعد كده طويله تروح للديفنس اللي انت بتلعب بثلاثه ورا. ماشي يا عم العب بثلاثه، بس انت لما شفت الفرقه دي غير بقى من التكتيك بقى يا عمي. فما يعني لغايه الدقيقه 70 وانت مالكش اي تواجد، وطول الماتش هي فرصه ناصر منسي لما نزل، هي دي اللي جول، الفرصه الوحيده في ال90 دقيقه. طب انت ازاي يعني مثلا تخلي واحد زي الجزيري ده يلعب 70 دقيقه وعندك واحد زي ناصر منسي طالما ان هو جاهز ما بتدلوش ده شوط وده شوط ليه؟ ما علينا. ويمكن في شك في ضربة جزاء لمصطفى شلبي، بس انا ما اعرفش الفار ما حسبهاش ليه او ما رجعهاش ليه، وحتى لما رجعت في ايد المدافع يعني خبطة جامد في مصطفى شلبي. فانا مش عارف يعني هو الفار كان نايم ولا. المهم، فانت ضيعت فوز سهل قوي يا بسيرو. شكل الفرقه وحش قوي. تحديدا الشوط الاولاني، الشوط الاولاني بصراحه يسد النفس، يعني فرقه مستسلمه تماما. ده الفرقه التانيه لو شدت حيلها شويه، لو في عندها لعيب مميز كانت كسبت، والله كانت كسبت لو في لعيب مميز. ده ما فيش خطوره وكرة كده اتلعبكت لولا ان محمد عواد جت لقاها في ايده في الشوط الاولاني كده، ما اعرفش كانت بتتعمل بالعرض قلشت مش عارف من مين وعدت من مين، عواد بيعمل كده لقاها. الشوط الثاني هي بس الكرة اللي هي بتاعت ناصر منسي وهو فرحان بالتعادل، هو ضيع فوز سهل. فانا مش عارف المدربين دولت انتوا ما بتتفرجوش على الفرق اللي انتوا بتلعبوها وبتعتمدوا على ان انت اما تيجي هنا والجماهير على العموم النهارده الزمالك خسر فوز مستحق. لو الراجل اللي قاعد بره ده كان طمع في المباراه من الشوط الثاني، لو طمع من المباراه ونزل ناصر ماهر وناصر منسي وكان غير النتيجه، لان فرقه على باب الله بصراحه، يعني فرقه قليله قوي. وامبارح كانت فرقه قليله قوي، بس امبارح فرقه جايه بتلعب بتكتيك ان هي ما تخسرش. دي العذر الوحيد ان هي مش عايزه تخسر كتير عشان الماتش التاني، فكان بتلعب دفاعيا اكتر. انما انت النهارده على ملعبهم
وما حدش يقول لي بقى اصل الملعب ترتان، الملعب ما كانش كويس، بس الفرقه كمان ما كانتش كويسه، لا فرقه الزمالك ولا فرقه استراليوز دي ولا اسمها ايه. فبصراحه حاجه تحزن يعني، حاجه تقهر. والله فوز ضاع منك كده سهل سهل سهل. خلي بالك ان الماتش اللي جاي ممكن يبقى اصعب من الماتش بتاع النهارده، لان النهارده هم كانوا بيهاجموا شويه وفي مساحات ان هم عايزين يهدفوا الكلام ده، انما انت الماتش اللي جاي لو وقفوا لك ورا هتبقى مشكله. ربنا يستر بقى على الاهلي وعلى الزمالك.